الله ايه انا اللي دايس ايه يا عم لا هو اللي عمل ايوه التايم خلص. لا ما هو طلع برازيلي اهو. انت عايز حق ربنا ولا حق ربنا ولا عايز رأيي انا؟ لا حق ربنا. عايز اسمع جرس. يلا بيلعب على الخط دلوقتي عشان مدير فني واقف بره. الله سقفوا لي يا جماعه، سقفوا لي بقى. ايوه عالكم بعينه. اهلا بيكم الحلقه الثانيه من دي مش كوره دي مزيكا اديشن كاس العالم، وهنكمل تحليل وتوقعات ولعب وحركات، ويا رب حوش عن الفرقتين الخناق والاصابات. لو ما شفتش الحلقه الاولى لازم تتفرج عليها، وجدير بالذكر ان فريق زيزو والعميد هم اللي كسبوا في الحلقه الاولى، وفريق شادي وقاضي هم اللي ليهم طار. يا ترى هتاخدوا بالطار يا شباب الحلقه دي ولا هيبقى 2-0 في الحلقات؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا على البركه، نفس كروي عميق ونبدا الحلقه. يلا بينا، والفقره الاولى ولو تعرفوه. نبداها على الحامي، نبدا بالخلاط. يا عم المهم يلا بينا. انا ابن مين يا نينا؟ عادي. مين هيتهور ويدوس؟ عايز اسمع جرس. يلا يلا يا شباب. ما بص بقى، هي على البركه بقى. قول يا شادي. فيتسل بتاع بلجيكا وداني الفيس البرازيلي. الله اكبر عليك يا شادي. غلط الاثنين، ليروي ساني وبيدري. هايل يا شادي، هايل. سقف شادي يا جماعه مره كمان. الحمد لله الحمد لله. وماينس 1 لشادي وقاضي. طيب نخش على السؤال اللي وراه. انت بتجيب حاجات وهاته من رجليه. يا ساتر يا رب. من انا؟ ليفاندوفسكي. تعال نشوف. الله الله عليك يا العب محمد. العب أيوة. العب. حلوه. الحمد لله الحمد لله. وكده يبقى 0-0. عدالة السماء. حلو، لحقتوا نفسكم ونبدا على نظافه. والسؤال التالي، وادوني بقى فرصه اشعر. منتخب يغول لعبته من كل الاصول، تاريخي زين وياما جنن طب مين عقول. بقى؟ فرنسا. الله ايه انا اللي دايس ايه يا عم الله. احنا ايه يا نسينا الاول. سيدي؟ انا دوست انا كمان. يا كنترول احضرونا، حد مين يكلمني اللي من داس ورا الأول يا الكاميرا. جماعة؟ ايه اللي حصل؟ ايوه يا عم. النقطه دي مع عز ويوسف، و1-0 لعز ويوسف. لا طب يعني كنت تحب ادوس وانت يلا بتتكلم يا كابتن عزيز يعني؟ معلش يا شادي، اللي يدوس ينطق على طول. ويلا بينا على السؤال اللي بعده. انا مين يا معلمين؟ اتفضل. ده ديكلان رايس. الله اكبر عليك يا يا حاوي. الله هلا. و2-0. كنت هقولها. بدايه موفقه للزوز والعميد. خش على السؤال اللي بعده وقولوا لي مين الحافي ده. التهريج. لو مش واضحه ممكن نزود. نزود ولا تحب اطلع ماشي نطلع على الفخده. برازيلي برازيلي ميلي وصل. واسمر برقصه سامبا. جيسس. وماينس 1 يا محمد. الاجابه الصح نيمار. هاردلك. لا ما هو طلع برازيلي اهو. وحلوه البدايات لتيم زيزو والعميد، والسكور لحد دلوقتي 2-1. نخش على اللي بعده. كان بيحاول يقول لك من هذا؟ عمرو يوسف غالبا. عمرو يوسف. ده كده. لو حد قال اجابه ممكن ينقص، لو هنكتفي باجابه واحده هنباص ومحدش ياخد نقط. عايزين ناس شجاعه. طب يلا دوس. ما هو كده اللي قال لك لو كريم يعني لو جبنا واحده بس احنا مش هننقص صح؟ مش هتنقص لا. بنزيما وانت بتقول له ده لو بنزيما صح. يلا ماشي. الله انا اسف. الله بنزيما واليسون. يا محمد يا متهور، برافو بس غلط. طب خلاص ما مش هنخسر حاجه. صح. هو بنزيما كان باين. بجد كان انهي نص فيهم. نخش على السؤال اللي بعده. يا رب تخسر يا زيزو. يلا. انا مين؟ مش عارف. جمال حاجه. جمال. موسيالا. ايوه جمال. انا دايس الاول. لا قاضي اللي داس الاول. لا كنترول. بما يرضي الله. كنترول. بما يرضي الله. لا قاضي داس الحمد الاول. لله. والله احنا اللي ضربنا الاول. لا ادوس الاول. قاضي داس الاول. كنترول. قول يا محمد قول. جمال موسيالا. جمال موسيالا. برافو. الله ينور عليك. بس احنا تمام. واحد. هم داسوا الاول. عايز حق ربنا ولا حق ربنا ولا عايز رأيي انا؟ لا حق ربنا. بس كده. شكرا يا عميد. السؤال اللي بعده وهنبدا بعز ويوسف. تاني برضو. هديكوا ال10 ثواني
10 9 7 يلا معاكم 15 ثانية من دلوقتي. ريتشاردسون، انتوني، داني الفيز، اليسون، ميليتاو، ماركينيوس، مين؟ فابينيو، طيب كوتينيو. خلاص ده بعد التايم، انا اسف. انت شبهي. يلا ماشي. كانوا كام واحدة؟ جابوا كام واحدة صح يا شباب؟ ايه 8 مراجعة سريعة. 8 لا هو اللي عمل تاني ما تحسبش. ايوه التايم خلص. هنشكك في الفار خد كمان. التايمر يا عز. معقول التشكيك ده؟ هنشكك في الفار كمان. يلا بينا، يبقى احنا كده جابوا 7 من 11. برافو، ده بريشر عليكم يا قاضي ويا شادي. ان شاء الله خير. يلا سموا كده وخشوا. هولندا. اتفضل يا باشا عد. نيثن اكي، فرينك دي يونج، قول بسرعه، بليند، دامفريز، فريمبونج، مين تاني؟ بسرعه منفس ديباي، في واحد كمان منفس ديباي. تايم. كام واحدة يا شباب؟ 4. والنقطة تروح للزوز والعميد. جامد. طيب دلوقتي زوز والعميد فارقين عن شادي وقاضي، ودلوقتي السؤال الأخير في فقرة لو تعرفوه. ويلا بينا على التابوت. هحاول أقول لكم هو مين من غير ما أقول الكلمات المحظورة اللي ظاهرة على الشاشة. أنا لعبت القطبين، وينج وعلى الجناحين، أوروبي، هشارك في كأس العالم بس مش هلعب. لعبت للقطبين وينج على الجناحين، أوروبي، هشارك في كأس العالم بس مش هلعب. لويس انريكي. الله أكبر عليك يا محمد، وسقفة جامدة قوي من ورا الكاميرا. الله سؤال مدرب. حلوة. مش هلعب، هو ما هو يبقى هيضرب. مدرب صح. برافو. حلوة. استنى بس، ده انت عندك كام سنة؟ لعيب. عندك كام سنة؟ لعيب. استنى بس يا لعيب، اتفرجت على لويس انريكي انت؟ ايوه طبعا. لويس انريكي بيلعب على الجناحين دي سنة كام بقى؟ بالظبط. لا ايه ده؟ لا ازاي لعب لعب في على الخط مدريد. طبعاً. لعب في لا مدريد. عايز لعب على الخط. لا لويس انريكي لعيب وسط. لا ولعب على الخط وسط والله. ملعب ارتكاز. والله لعب على نص الخط. وسط ملعب ارتكاز بيهاجم. اقول لك حاجه، هو بيلعب على الخط دلوقتي عشان مدير فني واقف بره. الله. سقفوا لي يا جماعه، سقفوا لي بقى. حلوه الكامباك. حلوه بصراحة لو انت عايز كده في المقص. في المقص. لو انت مرضي انا تمام. انا مرضي. بس خلاص. تمام. بس كده نخش على الفقره الثانيه. ربنا يبارك لك يا كابتن عزيز. افكر. ونرجع ولو كنت ناسي افكرك. اول سؤال في فقره لو كنت ناسي افكرك، دي كرة انهي كاس عالم يا معلمين؟ 2002. 2002. مين اللي داس الاول يا كابتن؟ انا انا اللي دايس اتلخبطت يا الأول. مين اللي جماعه. داس الاول يا كابتن؟ انا اللي دايس الاول، عملها سهله. خلاص طب يعني ما مبروك عليكم نقطه يعني كمان للزوز العميد. دي بصراحه بقى يعني المفروض يبقى فيها مراجعه من الفار دي بقى بصراحه. السؤال ده المفروض يتلغي. معلش ليه يا معلش، كابتن؟ حماسه انا جاوبت الاول. السكور 4-1. ماشي يعني. يلا السكور 4-1. نسخن مع بعض. يا مسهل. طيب طرطقوا لي ودانكم وطلعوا الفنانين اللي جواكم. يلا. ايوه 2010 طبعا. هاي 4-1. والسؤال اللي بعده. لا انا هدوس خلاص. دوس يا باشا. لا دوس دوس خلاص. أصل هي ماشيه كده. دوس. مش فكره ماشيه كده، هي فكره الاسئله عرفنا نجاوب الحمد لله. والسؤال اللي بعده في فقره لو كنت ناسي افكرك. الله عليك يا عز. حلو. طب ايه الاجابه طيب؟ ديل بوسكي. هاي +5. يلا نرجع ونكمل. دلوقتي هنبدا بتيم عز ويوسف، وبعدها هيبقى في سؤال لتيم شادي وقاضي. يلا بينا. يلا نبدا معاكم. الثلاث تيشيرتات دول سكنوهم في التواريخ الصح، يا تاخدوا واحد يا تنقصوا واحد. ايه ده ثانية يعني هو A معلش B هو- C سكنوه تتسكن مع التواريخ الصح. ماشي. طيب مبدئيا اقدم واحدة 2010 هتبقى دي
بس انا بتشاور بس مع زميلي. بص يا يوسف، عشان سهوله الاجابه انت هتقول لي من الشمال لليمين تواريخ. يعني مثلا لو الاجابه الصح كده زي ما هي هتقول لي 10 14 18. فهمتني؟ احنا لا. هنسيب التيشيرتات في مكانها. بالعكس انت المفروض نقول لا. بي اي سي مثلا او لا لا، سي. هتقول التواريخ عشان هي انا هتتريفيل مش كده. فاهم. يعني انت هتقول لي من الشمال لليمين مثلا 14 10 18 مثلا، عشان بس تبقى الاجابه سهله. هي على فكره. مش انا بقول دي اقولها ثانيه واحده طيب. اتفضل. مفيش تايم يا كابتن طيب. ولا ايه؟ يلا. بي سي اي يعني قولها بقى. يعني كام يعني التواريخ كام؟ 2014 2018 2010. يلا نبص. هارد لك -1. يعني ايه اقدم واحده انهي؟ اللي انت جبت اقدم واحده صح بس تاني واحده غلط. بالظبط، انت غلطت في اللي أوكي. في النص. شادي وقاضي. ممكن اقول لك قول ده بقى. اتفضل يا فندم. جاهزين؟ اتفضل يا ابو جاهزين. كباتن. رتب بقى يا باشا. صعبه. ايه ده؟ رتب ايه؟ ما هو نفس السؤال. ايه بس؟ ليه ده الفرق واضح جدا. واضح. واحده خط اسود واحده خط ابيض. ساعدهم كمان ساعدهم. انا بتريق. ما تقول لهم بالمره. يا عز بتريق عشان طيب التيشيرتات إيه؟ شبه بعض جدا. يلا قدامكم 5 ثواني وخلاص لازم تجاوبوا. 5 4 3 2 1 تب. يلا اتفضل. انت قلت ايه؟ يلا مش عارف تتقال ازاي. قولوا التواريخ. من الشمال لليمين التواريخ ايه؟ من الشمال لليمين دي ايه؟ دي ايه؟ دي 2018 وبعدها 2014 وبعدها 10 18 14 10 صح؟ 18 جواب نهائي يلا. 14 10 18 14 10 اه يلا بينا. هارد لك -1 انتوا كمان. هي 18 10 14. ونخش على السؤال الاخير في فقره لو كنت ناسي افكرك. ايه المربع الذهبي لكاس عالم 2018 بالترتيب الصح؟ انا دوست عز بس الاول نديله فرصه. والله دوست عمال تيجي تيت قول بقى عشان خلاص اتأسفت. ماشي. اتفضل يا ملك ملوك التحليل، اجابتك ايه؟ ايه يا عميد؟ فرنسا كرواتيا بلجيكا انجلترا. فرنسا كرواتيا بلجيكا انجلترا، والاجابه الصح. اوبا، والسكور حلو فرق خالص خالص خالص. 5-0 بقى نكملها 6-0. مش هيبقى شكلها حلو. الله. طيب يلا بينا على الفقره اللي وراها. يلا طيب بينا. الفقره الثالثه والاخيره، وحيرت قلبي معاك. حيرت قلبي معاك. والحلقه دي هنركز على المجموعه الثالثه والرابعه، وبالتالي الاسئله هتخصهم. بعد كده هنخش على التحليل والتوقع. والسؤال الاول ما لحقتش اقوله حتى. الله عليك ما يا هو عز. قدامي على الشاشه، انا شايفه على الشاشه. اتفضل يا سيدي اتفضل. انا شايفه على الشاشه ولا مش شايفه على خلاص الشاشه؟ بتتشنج على فكره انا اللي عامل الديزاين ده. طيب ايه رايك بقى؟ ماشي، لا برافو عليك. شكرا. طيب احنا عندنا المجموعه فيها المنتخب الفرنسي، الدنماركي، التونسي، ايوه. يا لهوي ازاي ده انا حافظهم. استنى هفتكر شكلنا كده لا هفتكر. شكلنا كده هيبقى في ماينس استراليا استراليا جواب نهائي. جواب نهائي. نهائي. استراليا صح. الله عليك يا زيزو. الله عليك يا زيزو. طيب السؤال الثاني والاخير في هذه الفقره، وكده كده طبعا الحلقه دي اتحسمت وعرفنا مين الكسبان. الحمد لله. بس ممكن ناخد نقطه شرف نجيب ولا حاجه. هدف الشرف. اي حاجه بقى. حفظ ماء الوجه. زيزو سيبها لنا بقى يا عم. زيزو حفظ ماء عميد. الوجه يا انا جماعة. رايي سيبوا لهم الاجابه دي. يلا. يعني لا مش عايزين ممر شرفي. ممر شرفي. مش عايزين. ما هنجاوبها غلط برضه. انا عايز اسيب السؤال ده للجماهير. يلا. لو سابوا لهم السؤال ده هتبقى شفقه ولا روح رياضيه؟ لا ولا شفقه ولا روح رياضيه عادي. هو ممكن يدوسوا الاول ويجاوبوا صح او غلط واحنا نفس هي في الموضوع. الغالب يلا. هنجاوبوا غلط. يلا بينا. مين في دول المجموعه الثالثه؟ مين؟ قلت لك سيبه يا عم. لا مش دي ايوه. ولا هي دي. في ايه؟ نقول احنا كابتن. بص بقى لما يجاوبوا يعني صح او لما يجاوبوا الاول. ارجنتين، السعوديه، مكسيك، بولندا. برافو. اجابه صحيحه، والنقطه الشرفيه نختم بيها. كسبنا. حفظ ماء الوجه دي فعلا. النتيجه كام كده؟ مبروك النقطه. 6-1. تنتهي الحلقه دي تقريبا ب 6-1، والكنترول يبقى راجع ورايا لو انا غلطان. بس طبعا هو كده فوز كاسح للعميد وزيزو. هارد لك قاضي وشادي. ويلا نخش على التحليل والتوقع. يلا بينا. نبدا بملك ملوك التحليل. عز، بالنسبه لك المجموعه الثالثه والرابعه شايف مين يتاهل
وايه الكي بلايرز تو واتش ومدربين اللي حاسس انهم هيعملوا شغل؟ مش طبعا المنتخب الارجنتين احنا كلنا متفقين انه رايح على كاس العالم. بغض النظر عن ان ميسي كسب او خسر كاس العالم ده، انا هشوفه اعظم لعيب في العالم عادي. لان لو احنا هنربطها بس بكاس العالم يبقى ساعتها مش هنقيم رونالدو لانه ما كسبش الشامبيونز ليج، فمش هنخلص. وهيفضل الديبيت بتاع لما هنعمل كده وهيكسب كاس العالم هيتقال لك بس كان مع لعيبه كويسه، دييجو مارادونا ما كانش معاه لعيبه كويسه، مش هنخلص. صح. وده دييجو مارادونا خدهم من نابولي، انت بتلعب في برشلونه وبي اس جي وانديه غنيه. فمش ده المعيار بتاعنا. هو المعيار بتاعنا في ان ميسي احسن لاعب في العالم بالنسبه لي انا، يعني كونسيستنسي بشكل مرعب. 15 سنه الراجل بيعمل اعجاز في الملعب، احنا ابتدينا نحس انه عادي من كتر ما هو بيتكرر. فميسي احسن لعيب في العالم كده كده، وفرقته هتطلع اول. إيرفي رينار انا بحبه جدا مع منتخب السعوديه، بس حظه وحش انه واقع في مجموعه صعبه قوي عليه، وهيفتح بالارجنتين، الموضوع صعب. المكسيك انا مش، هم عندهم عراقه كبيره في كاس العالم وعندهم اجريشن ومعهم لوزانو بيهاجم في نابولي، بس انا ماليش في جيراردو مارتينو اللي بيدربهم خالص. وجيراردو مارتينو عليه دوشه كبيره قوي من قبل المونديال ولحد النهارده مش عارف الطريقه اللي يلعب بيها. عشان كده نفسي بولندا دي اللي هي اسرع واحده بتصعد كاس العالم واول واحده تخرج، نفسي مره بقى تقدر ان هي تقدر تعملها، سبيشالي ان عندهم جيل مش بطال خالص يعني. وليفاندوفسكي مش هيفضل عايش لك العمر كله، انت ما بتطلعش ليفاندوفسكي كل يوم، ومعاك ملك. فيعني ده اللي انا شايفه في المجموعه الثالثه، ارجنتين وبولندا يعني. ماشي. شادي نمشي بقى بترتيب مختلف المره دي. طبيعي الارجنتين يعني. بصراحه انا ما بشجعش ميسي اصلا في اي نادي لعب فيه يعني، بس انا عايز ميسي ياخد كاس العالم. شايف ان يعني كاس العالم هو اللي هيخسر لو ميسي ما خدهوش، مش العكس. الله يا شادي. لانه بالنسبه لي انا هو من احسن 3 لعيبه في التاريخ. الاثنين التانيين خدوا كاس العالم بالنسبه لي انا يعني، مش بكبر اللي هم بيليه ومارادونا. لا، مارادونا ورونالدو الظاهره، ده بالنسبه لي انا يعني. اوكي. فاتمنى ميسي بصراحه ياخد البطوله، فكده كده ان شاء الله يعني. بولندا برضه عشان بحب برضه ليفاندوفسكي وملك، فيعني اوكي ده الاقرب. انا برضه بتوقع ارجنتين وبولندا للمجموعه دي. قاضي توقعك مين؟ مش هضيف كتير على اللي شادي وعز قالوه. اكيد ارجنتين اول، راح تلعب كاس العالم فعلا. بس انا هنا هختلف، لا حاسس المكسيك، ما اعرفش ليه، رغم ان عندهم عراقه تخليهم دايما موجودين في ال 16 يعني دايما المنتخب بيعرف يكواليفاي عندهم يعني. خبره في البطوله نفسها يعني. بصراحه المكسيك. انا اعتقد ان ماتش مكسيك وبولندا هيبقى ماتش جامد. هيبقى جامد قوي. ماتش حاسم. هو حاسم فعلا، صح. طيب العميد يوسف. يعني الارجنتين كده كده ده يعني هي رايحه تلعب على كاس العالم عامه، اجماع. فيعني من المرشحين يعني اكيد. فانا بشوف لا المكسيك، يعني حاسس المكسيك ماتش زي ما انت بتقول كده، بولندا والمكسيك هيبقى هو قمه المجموعه دي، لان هم الاثنين مستواهم متقارب جدا يعني، قمه كديربي في المستوى يعني. اكيد اي ماتش الارجنتين فيها تبقى اقوى، الكفه الاكبر يعني. بس لا، حاسس ان المكسيك زي ما انت كنت بتقول دلوقتي حالا يا عودي، ان فكره المكسيك بتعرف تتاهل يعني. المنتخب عنده عراقه اللي هو بيعرف يوصل للمراحل، لكن بولندا على طول نفسها قصير يعني. اوكي. يعني اختلفنا بين المكسيك وبولندا واجماع الارجنتين. طب عايز ممكن اسالك سؤال؟ دلوقتي السعوديه باللي انت بتقوله ده، شايف ان هي ليها فرصه تعمل حاجه تجيب نقط، ولا هتبقى حصلت المجموعه زي ما بيقولوا؟ لا، اتمنى ان هي تعرف تعمل حاجه، لان إيرفي رينار مدرب جامد. وبالتالي لا، اتمنى ان هم يعملوا حاجه. وبولندا والمكسيك، المكسيك زي ما قلنا مش احسن حالاتها، وبولندا مش شرسه. فالمنتخب السعودي يقدر بس فيزيكلي المنتخب السعودي بدنيا لعيبته مش قويه خالص. بس بعيد يا عز، بعاد قوي بعاد يعني. قوي عشان كده بقول لك حتى كمان لما انت بتقول الدوري السعودي جامد، هو برضو جامد بمحترفين يعني. ما عندكش اللعيب السعودي اللي تقول ان ده البروميسنج اللي ده هيطلع في اي حته، مش شرط يلعب توب ليفل في الانديه القمه، بس انه حتى يحترف في التوب ليج. صح، بس قصدي عارف انت ان هم عندهم فجاه بقوا عندهم النو هاو، هم بقوا عارفين يخططوا، اللي هو انا نفسي التارجت بتاعي عايز ابقى احسن دوري في الوطن العربي. تمام. عرفوا يوصلوا له. ده حقيقي. انا نفسي المدرب بتاعي يبقى مدرب يقدر يعمل لي بروجكت، فابتدوا يعملوها، ابتدوا يبقوا ما بيمشوش المدرب مع اول خساره. يا راجل انا فاكر في 98 مشوا كارلوس البرتو بيريرا عشان اتغلب من فرنسا في فرنسا، فابو العز نفسه خلاص كفايه كده. خلاص انا اسف. يا كابتن عزيز انت رحت فين؟ السعوديه بتقول ايه يا زيزو على السعوديه؟ انا اسف حبيبي ولا اي حاجه. لا، كانوا بيقولوا لي حاجه في الكنترول، بس دي كانت توقعاتنا وتحاليلنا، ولسه المسابقات جايه ومكمله، واستنوني في الحلقه يا كابتن الجايه. عزيز في مجموعه انت فعلا عايز تنام شكلك. المجموعه الرابعه تاني
المجموعه اللي وراها، انا اسف. يلا جو. ده ابتدي انا. يعني انا شايف ان اكيد حظوظ فرنسا طبعا، يعني دي حاجه محسومه، والدنمارك يعني ما اعتقدش ان انا اتمنى ان تونس تعمل حاجه وعلي معلول ياخد باله من نفسه. بس صح يا عز بدري. بس لا، صعب جدا تونس حظوظها، يعني ما اعتقدش، يعني بعيدا عن التاهل، هم تاهلوا لو تفتكروا الجون اللي تاهلوا بيه لكاس العالم حاجه، هم منتخب كانت تهريج يعني، مش في احسن حالاته كمان بنجيب. واستراليا لا يعني حتى استراليا طول عمرها هو منتخب ميديوكر كده ما فيهوش، بس كنت دايما بتبقى عارف على الاقل في 4-5 لعيبه بيلعبوا. لكن دلوقتي انا ما فيش في ذاكرتي لعيب استراليا يقول لك ان هو يقدر ياخد الفرقه ويحطها على كتفه ويطلع بيهم دور 16. فانا اعتقد لا، اكيد فرنسا والدنمارك. طب قاضي، مين هيتاهل من المجموعه الرابعه؟ يعني اكيد فرنسا والدنمارك، فرق كبير قوي ما بين مستوياتهم وبين استراليا وتونس. بس انا متخيل ممكن فرنسا ما تاهلش اول، ممكن الدنمارك تخطفها. الدنمارك قدمت اداء ممتاز في اليورو، وعندها جيل مش بطال، وعندهم ناس صغيرين وناس كبار، فميكس ما بين خبره وشباب. حاسس ان ممكن يبقى في مفاجاه في المجموعه دي والدنمارك تطلع اول وفرنسا تاني. اوكي شادي. طبعا فرنسا كده كده، يعني الفريق الوحيد اللي في البطوله اللي عنده لعيبه ما راحتش البطوله زي اللي راحوا البطوله، عندهم بتاع 50 لعيب كويسين. فلا يعني فرنسا طبعا، بس معاهم مدرب تعبان يعني دي قصاد الفرقه دي كده هيطلع. دي ديشان وساوث جيت اكتر اتنين ما يستحقوش السكوادز اللي معاهم. وسانتوس بتاع البرتغال، يعني الراجل كسب كاس العالم قبل كده يعني مركز تاني دنمارك. تونس انا شايفها يعني، هو طبعا قلبي مع تونس عشان علي معلول، بس في الاخر ما لا تونس يعني فرنسا والدنمارك. اوكي عز، نختم توقعك. انا متفق طبعا. استراليا عندها ميزه ان هي لعبت اغلب ماتشاتها بتاع التصفيات بره استراليا بسبب كورونا، فده شويه خلى الفريق اقوى يعني واجهز وانظم، وفي نفس الوقت يعني زي ما تقول كده خد تجربه صعبه على ما يوصل. بس طبعا الليفل بعيد قوي. لا دنمارك، هو انا شايف ان ممكن اتفق معاك دنمارك تبقى اول، لان فرنسا هتبقى بتدور لسه على عدله وسط الملعب اللي تاهت منها، اللي مخليه دلوقتي ديشان عمال يلعب ب3 ورا، طب ب3 في ارتكاز في النص، طب 2 ارتكاز في النص، طب بقى افتح الملعب بكينجزلي كومان، طب حط كومان على الدكه. هو لسه تايه شويه. كمان الفرقه القايمه من كتر ما هي كانت فيها اسامي كتير جدا تصلح لتمثيل فرنسا اساسيين، اتحط ضغط عليه رهيب. بقى دلوقتي غير متفق مع ان نجولو كانتي وبول بوجبا مش موجودين اصلا، وداخلين بكامافينجا. وكامافينجا هو لعيب موهوب، بس هو عامل زي لما فينيسيوس ورودريجو كانوا لسه واصلين ريال مدريد، اللي هو في الاخر ما تقدرش تقول النهارده دول نجوم. تشاوميني شويه قطع خط اكتر كويس، بدا يلعب في مدريد واخد وقت، بس يعني هتحط بقى معاهم رابيو عامل موسم كويس برضه. بس ميزتهم ايوه ماشي. القوه البدنيه بتاعت رابيو عامله ازاي؟ طبعا فاهم. طب كامافينجا القوه قرايته المشهد عامله ازاي؟ لا، فهيقوم خايف ولاعب ب3 سنتر باكات ورا ولاعب ب2 بس ارتكاز. لما يعمل هو كده اصلا منتقد انه بيلعب بشكل دفاعي ده مواد اساسا يعني. فهي الدنيا لسه مش ظابطه مع احسن توليفه، فممكن دنمارك تطلع اول على ما هو يظبط التوليفه بتاعته. اوكي، عندنا تصريحين ناريين كده ان فرنسا مش هتطلع اول. انا شايف ان برغم كل ده العمق اللي في القايمه بتاعت فرنسا هتمكنهم هم يطلعوا اول وتانيهم الدنمارك، لكن متفقين على المتاهلين احنا الخمسه. وبهنا تخلص الالعاب والحركات والتوقعات والتحاليل والحلقه الثانيه من برنامج كاس العالم بتاع دي مش كوره دي مزيكا، وهنستناكم لسه في اللي جاي حاجات حلوه كتير. كل حلقه وانتوا كرويين، وكل كاس عالم وانتوا طيبين. باي.